هل تعلم أن الأسد يمكنه الركض بسرعة تصل إلى 50 كيلومتراً في الساعة؟ نعم، هذا صحيح. يعتبر الأسد من أسرع الحيوانات في البرية، وهو يعتمد على سرعته في الصيد. تخيل أنك في الغابة، وفجأة يظهر أمامك أسد يندفع نحو فريسته بكل قوة. هذه السرعة تساعده على اللحاق بالحيوانات الأخرى مثل الغزلان، التي قد تكون سريعة أيضاً، لكن الأسد يمتلك القوة والقدرة على الانقضاض في اللحظة المناسبة. لكن السرعة ليست كل شيء. الأسد أيضاً يتمتع بقدرة على التحمل، مما يعني أنه يمكنه الركض لمسافات قصيرة بسرعة عالية، ثم يستريح قليلاً قبل أن يعود للصيد مرة أخرى. إن هذه الاستراتيجية تجعل الأسد واحداً من أكثر الحيوانات فتكاً في بيئته. لذا، في المرة القادمة التي تفكر فيها في الأسود، تذكر أن وراء تلك القوة والهيبة هناك سرعة مذهلة تجعلها ملكة الغابة.